السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وسيدنا يا حبيب قلبي. وحشتوني يا رب دايما تكونوا بخير، دايما تكونوا في أحسن حال. ننسى من دي ونشوف هنعمل ايه النهاردة. نخلي الرنج وأوريكم بنعمله ازاي. هنا أنا غسلته كويس، بوريكم كده غسلته كويس ماشي. بعد كده قطعته، يعني قطعت الواحدة 4 تربع كده، وشلت منها البذر اللي فيها. هو الرنج زي البرتقان كده. وبعد كده سلقته، بس يعني سلقة خفيفة، يعني مش بنضغط عليه واحنا بنسلقه. يعني أول ما يغلي كده بنقوم شايلينه. وكنت مجهزة بقى مية ساقعة، طلعته فيها، طلعته من المية المغلية، حطيته في المية الساقعة على طول زي ما انتم شايفين كده. وبننقعه بقى في المية لمدة 3 أيام. كل ما تخش المطبخ نغير المية بتاعته، يعني كل شوية نغير له المية. وبعد بقى 3 أيام بنبدأ بقى نخلله. بس طبعا في ال3 أيام دول بنغير له على طول باستمرار. هنخلله بقى في المية دي مية مغلية، وسبتها بردت خالص. وبعد كده المية دي 2 لتر من المية، ومعلقتين سكر كبار، وكوباية ملح. هو ده بس كل اللي هنحتاجه، مش هنحتاج غير كده: كوباية ملح، معلقتين سكر كبار. المية دي 2 لتر، بس أنا ما استخدمتش المية كلها. والرنجة ممكن نعمله من غير ما نقطعه، يعني ممكن تسلقيه وهو الواحدة بوحدتها كده ويتخلل برضه كده، بس أنا فضلت إن أنا أقطعه. هنحط بقى السكر بتاعنا والملح في المية وهنقلبهم لحد ما يدوبوا خالص. أول ما الملح يدوب خالص معانا هنبتدي بقى نخلي هنقلب كده كويس. هنا كان خلاص بقى الملح بتاعنا، يعني دوبته خالص في المية. جبت البرطمان بقى وهرص الرنج فيه، وبعد كده هنزل عليه بالمية اللي احنا حدقناها دي. هنا بقى البرطمان بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، كنت خلاص خلصته وضفت بقى المية. يعني هكمل بقى بقية الكمية بالشكل ده. طبعا هو البرطمان مش كبير، صغير، مش بياخد يعني كتير، فاحتجت برطمان كمان. ده برطمان ازاز اللي هو بتاع العسل ده. انا شطورة ومش برمي الحاجات دي عشان بنحتاج. نفس اللي عملته في البرطمان لو هنعمله مع ده. هنحط برضه المية، برضه لسه الرنج مخلصش. دول 2 كيلو على فكرة على ما اعتقد يعني. جبت البرطمان التالت طبعا وعملنا معاه نفس اللي عملناه مع الاتنين الأولانيين. هنا بقى كانوا خلصوا كده، خلصنا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك، ولو لسه مشتركتيش في القناة اعملي اشتراك وفعلي الجرس، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.
هتوحشوني.